الا كنتي في المغرب وكتفكر باش انك تبدا واحد الحساب اللي ممول او اللي كنقولوا ليه البروب فيرم، فراه اكيد غادي تكون سولتي راسك شنو هو افضل شركه او الافضل برو فيرم اللي تقدر انفيستي فلوسك فيها وتاخد اكونت اللي تقدر تفاليديه وتخرج منه الفلوس وانتايا مرتاح. السوق عامر بالالاف ديال البرو فيرمز، ولكن ماشي كاملهم ثقه وماشي كاملهم مناسبين للمبتدئين وماشي كاملهم مناسبين في القوانين ديالهم لاي تريدر باغي يبدا مع البرو فيرمز. وفي هذا الفيديو غادي ندوي على افضل البروب فيرمز اللي كيقبلوا المتداولين في المغرب، وغادي ندوي على برايس ديالهم، يعني الاثمنه ديالهم اللي غيكونوا مناسبه، على الرولز ديالهم، القوانين ديالهم، على المميزات ديالهم، على نبداو سبقت الكونز اللي هما العيوب ديالهم، وعلى البروز ديالهم اللي هما مميزات. وغادي ندوي عليهم بطريقه حياديه، يعني ما غاديش نقول لكم بلي هذه زوينه ولا هذه خايبه، وانما غادي نقول لكم بناء على التجربه ديالي وبناء على انايا اش من كونت اللي خدمت بيه واش خرج من هاد الشركه الفلوس ولا لا، وغادي تشوفوا كل شيء بينكم. دونك قبل ما نبداو، شنو هي الحاجة اللي أي واحد باغي يختار شي بروب فيرم كيقلب عليها؟ أولا كيشوف البرايس ديال التشالنج اللي غادي يشري، واش مناسب، يعني واش مستعد ينفيستي داك الثمن فيه. كنشوف واش موضحين لك شنا هو الدراو داون اللي عندك، يعني الماكس درو داون والديلي شنا هما. الدرو داون الاخوان هو باش داك تشالنج ما يتحركش او لا تخسرو، شحال الماكس ما خصكش تخسر تاع الفلوس في داك الكونت، وشحال الماكس ما خصك تخسر في النهار. وحاجه اخرى هو البروفيت اللي طالبين لك توصل ليه، يعني البروفيت واش معقول، واش طالبين شي بروفيت اللي معقول مقارنه بالاكاونت، واش الرولز او القوانين واضحين وما معقدين ما والو. واخر حاجه اللي هي واش السيبور ديالهم ديما كاين وكيجاوب. دونك ديما كتشوف كل كونت او لا كل شركه باللي هاد الشروط هادو خصك تاخد عليهم معلومات كاملين وتكون عارف كل حاجه بوحدها. ندوزو لاول شركه واللي كتبقى حاليا وبشهاده ديال جميع المتداولين احسن بروب فيرم كاينه، ومن اقدم شركات ديال البروب فيرم اللي كاينه من 2015 لدابا، وحتى شي واحد ما كيتشكى منها وباقي الناس كيخرجوا منها الفلوس، وتعمدت انني نبدا لكم بها، اللي هي شركه اف تي ام او. هاد الشركه الاخوان راها من اشهر الشركات ديال البروب فيرم. ندويو على هاد الشركه. هاد الشركه هادي كتوفري اكاونتس كيبداو من 10 حتى 100 او لا اكثر، يعني كتعطيك واحد تشالنج في 10 المليون، 50 مليون، 25 مليون، حتى 100 مليون ولا اكثر. والتشالنج كيكون في دو فاز. الفاز الاولى يعني كدوز الفاز الاولى، كدوز الفاز الثانيه، عاد من موراها كتنجح في التشالنج وكيعطيوك فلوس اللي كتداول بهم، واي ربح خديتيه منهم كتخرجو. ديما الفاز الاولى دايرين فيها 10% جميع الاكاونتس، يعني باش تجاوز الفاز الاولى خصك تجيب 10% ديال البروفيت. يعني الا عندك 10 ديال المليون في الكونت فراه خصك تطلعو ل 11 فوالا، يعني خصك تزيد او لا تربح $1000 باش دوز الفاز الاولى. الفاز الثانيه كتهبط القل، كتولي واش 8% بالضبط. المهم تشالنجز راه كيتبدلوا، مي راه فاش غنسالي لكم الشرح ديال اف تي ام او غادي ندوزو نشوفوا كلشي بينكم. الدرو داون ديالهم كيكون واضح، يعني كيقولوا لك شحال ما خصكش تخسر، شحال في النهار، شحال ما خصكش تخسر في التوتال. البروفيت سبليت ديالهم كيكون 90%، يعني من بعد ما كتنجح في التشالنج فراه 90% ديال البروفيت كتجي. يعني مثلا الا نجحتي في التشالنج وعطاك كونط 10 ومثلا هاد الشهر دخلتي $1000 فراه هما كيتجيو $100 وانت كتجي $900.
يعني انت كتجي 90% ديال الارباح وهما كيجيو 10% ديال الارباح. المميزات ديال هاد الشركه عندهم سمعه قويه كما قلت لكم من 2016 او لا 15. الشركه اللي قديمه معروفه، السيبور ديالهم كيجاو في جميع الاوقات. العيوب ديالها او لا الكونز ديالها هو الاثمنه، البرايس شي شويه كمبتدئ فراه طالع شي شويه، غادي كاين اللي غيجي غالي ولكن يستاهل، سورتو انها شركه اللي غتثق فيها. والسلبيات الاخرين هو انه عاطينك دو فاز، يعني فاز الاولى وفاز الثانيه. يعني كاين شركات اللي كيعطوك غير فاز وحده، ولكن يلا في هاد الاواخر اف تي ام او قررات تزيد واحد النوع اخر ديال التشالنج اللي جديد اللي ولا فيه غير فاز وحده. ودابا يلا الويب سايت ديالهم باش نشوفوا القوانين ديالهم ونشوفوا كلشي، وتشوف نتايا واش مناسبك هاد الشركه تخدم معاها او لا ندوزو لشركه اخرى نبارطاجيها معكم. دونك الويب سايت ديال الشركه اللي هو هذا اف تي ام او كما كتشوف. يلا زادوا واحد التشالنج اخر اللي كتكون فيه ستيب وحده او لا فاز وحده. الا هبطنا لهنايا فراه غادي تشوف تشالنجز كيبداو من 10 حتى ل 200 10 كيتباع ب 89 اورو كما كتشوف فيه. الفاز الاولى 10%، الفاز الثانيه 5% ماشي 8%، داكشي قلت لكم حتى نتاكدوا. عندك اسيدي الاقل ايام اللي تريدي فيهم باش تفاليدي التيست هو 4 ايام. تريدين بيريود اليميتي، تقدر تبقى كتريجي تاع عام في هذا الاكونت حتى تفاليجي بشويه عليك. ريفوند كيرجعوا لك 100% ديال فلوسك من بعد ما كدوز تيست، والريورد كيقسموا معاك 90% ديال البروفيت. هذا هي المثال ديال 10 25 هذا الثمن ديالو 50 100 دايرين لي احسن ثمن اللي هو 433 اورو، وديال 200 بيان سور ما ندويش عليه. كما كتشوف لافونتاج ديال هاد الشركه راها قديمه بزاف. الا مشيتي التراست بايلوت غادي تلقى الالاف ديال الريفيوز على هاد الشركه هادي والناس اللي خرجوا معاهم، غادي تلقى كلشي واضح. وزيد عليها زادوا هاد التشالنج هذا كما كتشوف اللي فيه بروفيت تارجت عند 10 اكاونت ديال 10000 دولار ب 79 دولار. البروفيت تارجت هو 10%. الماكس ديلي لوس اللي تخسر هو 3%. الماكس لوس اللي هو 10%. المده باش تفاليدي انليميتد. البيست دي رول اش كتعني ان البروفيت اللي دخلتي مثلا اليوم ما يكونش كتر. your most profitable day must not account for more than 50. فوالا يعني البروفيت اللي دخلتي مثلا اليوم ما يكونش كتر من 50% ديال التوتال تاع البروفيت اللي دخلته. يعني باش ما ياكسبتوش او ما ينجحوش القماره، وانما ينجحوا التريدرز اللي غاديين بالريسك مانجمنت ديالهم وبالقوانين ديالهم. وبيان سور كيقسموا معاك 90% تاع البروفيت كما كتشوف 79 اورو 199 319 499 999. كاين هذا ديال دو ستيب، ودابا يلاه زادوا هذا ديال وان ستيب. راه فريمون يعني شي حاجه اللي واعره، يعني اللي ما فيه اللي يدوز لي دو فاز وحده راه كافيه. وراها الشركه قديمه وسنين وهي خدامه، وانا شخصيا خدام معها، يعني عندي ديجا اكاونتس معها فيهم وما عمرني شفت شي مشكل من عندهم. دابا ندوزو للشركه الثانيه وندويو عليها واللي غادي تعجب بزاف ديال المبتدئين واللي يلاه بادين وعندهم كابيتال صغيره. الشركه الثانيه اللي غادي ندويو عليها اللي هي هاد الشركه هادي اللي سميتها فاندد نيكست، وحتى هي ديجا مجربها، ديجا عندي فيها اكاونت ديجا خدام بها وما لاقي فيها حتى شي مشكل. هاد الشركه هادي عندها واحد الشعبيه كبيره عند المبتدئين. علاش؟ حيتاش اولا كيقدموا بزاف ديال الانواع ديال التشالنجز اللي المودلز ديالهم كيتبدلوا، يعني عندهم مودلز مختلفين على حساب الفاز، على حساب البروفيت وما الى ذلك. زيد عليها البروفيت سبليت ديالهم كيعطيوك 95% من الارباح اللي دخلتي، و حتى هي ما فيهاش تقدر تلقى فيها فاز وحده، تقدر تلقى فيها دو فاز على حسب اللي بغيتي. وزيد عليها من غير انك تريدي في سي اف جيز اللي هو الفوركس العادي، فراه عندهم حتى الفيوتشرز.
يعني اللي بغى يخدم الفيوتشرز بالاكونت الكبار جو 50K 100K الفوق حتى هما تقدر تخدم بيهم. باغ كونطخ الاف تي ام او واخا راها قديمه مازال ما انتيغرات الفيوتشرز، باقا خدامه غير بالسي اف جيز. السي اف جيز كتخدم بام تي 5 ام تي 4، الفيوتشرز كتخدم مع شركات اخرين بحال نينجا تريدر بحال تريدوفات وما الى ذلك. هادشي الصراحه ما كاينش تفهموه. دابا ندوي لكم على السي اف تي اللي الاغلبيه ديالكم يلا بادي كيفطلوا وكيخدم عليه. المميزات كما قلت لكم هو البروفيت سبليت فليكسيبل بالنسبه للمبتدئين و واعره بزاف. البلانز ديالها راهم بزاف ما نقدرش نذكرهم لكم دابا، ما عليا الا نجيكم الويب سايت ديالهم وتشوفوا كلشي بعينيكم. دونك الويب سايت ديال فاندد نيكست هو هذا كما كتشوف. كاين السي اف جيز، كاين الفيوتشرز. الفيوتشرز كما قلت لكم غندوي عليهم، ولكن الاغلبيه ديالكم غيكون انتريسي بالسي اف جيز. دونك الا جينا لهنا غادي تلقى بزاف ديال الانواع ديال التشالنجز. كاين ستيلر تو ستيب اللي فيه جوج ديال المراحل بحال الشكل تاع اف تي ام او. كاين سيدي ديال ستاكا داير $59 590 درهم 15 ك 119 199 تا غادي. كاينه واحد لافونتاج زوين في اف 100 نيكست هو 15% ديال البيرفورمانس ريورد. اش كاين هذا؟ كاين ان الا خديتي الكونت ديال ستاكا ودوزتيه ونجحتي فيه، فراه داك البروفيت اللي كنتي جبتي باش دوز تشالنج كيعطيوك منه 15%. كتشوف كيعطيوك منه 15% اللي هي جايه هنايا مثلا بالدولار $117، يعني شي حاجه اللي واعره. عاد زيد عليها كيردوا لك $59 اللي خلصتي، راه فريمون شي حاجه واعره. الفاز الاولى فيها 8%، خصك تجيب 8% ديال هذا الكابيتال. الفاز الثانيه 5%. الماكسيموم لوس ليميت ما تخسرش، الماكس باش ما تخسرش فلوسك هو 10%. الديلي لوس هو 5%. النيوز تريدين تقدر تريدي في النيوز. البيرفورمانس تاع 95%. اقل خصك على الاقل تريدي 5 ايام. واول باي اوت كيكون على 21 يوم، يعني القواعد ديالهم باينين. الموديل الثاني كاين ديال وان ستيب اللي فيه ستيب وحده، هادو هما الاثمنه، حتى هو 15% ديال البيرفورمانس، 10% في البروفيت تارجت، يعني بلاص ما يكون 8 على 5 كاين 10%. ماكسيموم لوس 6%. ديلي لوس 3%. شحال غادي تخسر في النهار ما تفوتوش الا فتي حتحرق الكونت، شحال ما تخسرش في التوتال الا خسرتي غتحرق الكونت. النيوز بيرفورمانس كلشي وهذاك مفهوم. ستيلر لايت هذا هو اللي غيعجب المبتدئين حيت رخيص بزاف. كاين كونت تاع 5K غادي تشريه ب 320 درهم. دو فاز 8%، 4%. من موراها كيتفاليدا الكونت، كيردوا لك فلوسك باش تشري الكونت، ومن بعد 21 يوم تقدر تخرج باي اوت ديالك. افونتاج اخر اللي كبير واللي مازال اف تي ام وما داردوش اللي هو كاين واحد الموديل سميتو ستيلر انستنت. اش كتعني ستيلر انستنت؟ يعني هو بلاصه ما دوز نتايا تشالنج دوز فيه الفاز الاولى ولا الفاز الثانيه ولا ولوي الكحل باش تفاليدي ويولي عندك كونت اللي تخرج منه الفلوس، كينقصوا لك كاع دوك الخطوات، كتخلص هذا الثمن هذا وكيولي عندك كونت اللي فيه فلوس حقيقيين اللي من الديبار تقدر تخرج فلوسك. وكيعطيوك انك في الماكس ما تخسرش 6% ديال الكابيتال ديالك، مثلا في هذه الحاله $120. ما كاينش الديلي لوس، يعني شحال تخسر في النهار ما محدودش. الماكس لوس ليميت تايب. الماكسيموم لوس التيب ديالو هو التريلين. اشنو هو التريلين؟ هو ما حدك كدير بروفيت، ما حد ما حد البالونس اللي ما خصكش تهبط عليه كيتزاد. يعني نقولوا مثلا عندك 2K ودخلتي $100، ونورمالمون باش ما تحركش هاد الكونت هذا قبل فاش يلا عندك 120 2000 باش ما تحركش هاد الكونت هذا، فراه الا عندك 2K باش ما يتحركش ليك ما خصكش تخسر $120، يعني ما خصكش تهبط على $1880 في الكابيتال ديالك. ونفترضوا تريديتي ودخلتي $100، يعني ولا عندك في الكابيتال 2100. دونك ماكس لوس ليميت كيبقى $120، ولكن باش الكونت ديالك ما يتحركش ما كيبقاش في 1880 كتطلع، يعني ديك 1880 كنزيدوا ليه هذيك $100 تاع البروفيت، كيولي ان الكونت ديالك باش ما يتحركش ما خصكش تهبط على 1980. وهاد التيب هذا ديال تريلين ستوب لوس راه خطير بزاف، حيتاش ما حد كدير بروفيت ما حد اللوس ديالك كيطلع وما كيخليوش ليك المساحه فين تريدي.
وهادشي علاش صعيب هاد الانستنت، حيت راه كتجي وكتشري كونت واجد وكتخرج منه الفلوس. الويكاند هولدين ممكن، نيوز تريدين ممكن، البيرفورمانس ريورد 80% كيعطيوك تاع البروفيت اون ديماند وقت ما بغيتي تخرج الفلوس من مورا نهار من مورا يومين. ما كاينش الكونسيستنسي رول، ريفاندبل فيز ما كيردوا لك والو، وريسيت ابليكابل تقدر الى قربتي تحرق الكونت ديالك دير ريسيت باش يردوا لك. ديال 5 كا هذا هو الثمن ديالو، 10 كا هذا هو الثمن ديالو، 20 كا هذا هو الثمن ديالو. هادو هما تايبس اللي كاينين، واي واحد فيكم يلاه بادي كنصحو بالستيلر رايت باش يدوز لي فاز ديالو وبثمن رخيص وما يحسش بداك الضغط تاع انه شرا كونت غالي ولا شي حاجه وخصو يدوزو. حاولوا تجنبوا هاد لي كونت هادو، واخا مزيانين للناس اللي عندهم اكسبيريونس في التريدين، ولكن يلاه بادي ما تحاولش تقمر بهادو، راه غير غتخسر فلوسك وغتحرق الكونت. الفيوتشرز فراه كاينين، ها هما تشوفوهم دابا. دونك نمشيو للفيتشرز نشوفوها هما. choose the best plan. كاين سيدي بول تشالنج، رابيد تشالنج، ليغاسي. بول تشالنج فيه اكونت واحد اللي هو ب 50 كا كتشريه ب 1000 درهم. البروفيت تارجت ديالك هو 3000 دولار. الماكس في النهار ما تخسرش هو 2000 دولار. الماكس في التوتال ما تخسرش هو 2000 دولار. الماكس في النهار ما تخسرش 1000 دولار. والكونسيستنسي رول 40%. والريسيت في الا مثلا قررتي تحرق ولا شي حاجه ولا حركتي وبغيتي تعاود ازيرو كي كتخلص 91 دولار ماشي 99. رابيد تشالنج كاين تاني هاد تشالنج هذا، سمحوا لي نرفرش الباج تاع التبلوكات. فوالا دونك تبلوكاو نهائيا، ماشي مشكل. غادي نخلي لكم غير كونيكسيون لان لاباج كدور، ماشي مشكل. غادي نخلي لكم اللين ديال الويب سايت في الديسكريبسيون، سيروا دخلوا ليه وقراو القوانين ديال التشالنج ديالكم. ودابا ندوزو للشركه الثالثه ونشوفوا لي زافونتاج والسلبيات ديالها، وبيان سور نوريكم الويب سايت ديالها باش تختاروا وتشوفوا اش من بروفيرم خدامه ليك السيتوياسيون اللي انت كاين فيها دابا. قريبا عندها نفس السمعه ديال فاندد نيكست اللي هي هذه اللي سميتها فاندين بيبس. فاندين بيبس تاهي من الشركات اللي طلعت مؤخرا وبقوه، كتقدم تشالنجز اللي متنوعين رخاص والقوانين ديالهم واضحين. البروفيت سبليت ديالهم كيوصل حتى ل 95%. والمميزات ديالها هو انها رخيصه بزاف على الاف تي ام او، نفس الاثمنه تقريبا ديال الفاندد نيكست وزوينه. والعيوب ديالها هو لا هي ولا الفاندد نيكست ما واصلينش للسمعه او للقوه ديال الاف تي ام او. ويلا الويب سايت ديالهم باش تشوفوا. فوالا الاخوان، هذه هي الشركه ديال فاندين بيبس، هذا هو الويب سايت ديالها. ديجا دايرين واحد الكود سميتو هالو باش تاخذ 20% على اول اكونت غادي تشري. كتجي لهنايا كتشوف كاينين بزاف ديال المودلز. كاين سيدي ديال 2 ستيب، الا بدينا ب 10 كا راه داير 36 دولار. بروفيت تارجت في الفاز الاولى هي 8%، في الثانيه هي 5%. من مورا كيولي عندك اكونت ما كاينش تارجت. الماكسيموم لوس هنايا باش ما تحركش الكونت هو 10%، نفس الحاجه هنايا. والماكسيموم ديلي لوس هو 5 يعني عاطينك شويه اتساع. المينيمم تريدين دايز هو 3 ايام. هذا بيان سور ديال 2 ستيب، باش ما غادي كتزيد باش ما الاثمنه كيطلعوا. 1 ستيب البروفيت تارجت هو 10%، الماكس باش ما تحرك الكونت هو 6%، والديلي لوس هو 3%. وكاين 2 ستيب برو تا هو ولكن رخيص على الاخرين، داير 29 دولار. بروفيت تارجت 300 6%، الماكس لوس 6 3. المينيمم تريدين داي 1 فريمون زوين. وكما كتشوف كاين الويكلي والديلي ديال امتى تخرج فلوسك، هذا حتى هو في الويكلي ديلي اون ديماند المانتلي اللي بغيتي. وكاين داك لي انستنت اللي كيسميو هنايا زيرو، كتجيو كتشري الكونت وكيعطيوك كونت واجد واللي كتشري ب 69 دولار ديال 5 كا اللي ما خصكش تخسر 5% في النهار. الماكسيموم ديلي لوس ما تخسرش 3 5% ما تخسرهاش في التوتال، وما تخسرش 3% في النهار. وعندك على الاقل خصك تريدي 7 ايام قبل ما تخرج البروفيت، وما تفوتش 15% ديال البروفيت في التوتال ديال الايام الاخرين. يعني مثلا الا اليوم دخلتي 1000 دولار وغدا دخلتي 1000 و1000 و1000 وانت غادي مثلا دخلتي 5000 دولار في التوتال، تحاول في التريد الاخرى ما تجيبش ما تفوتش 15% ديال التوتال ديال 5000 دولار. هادشي اللي كاين كونسيستنسي اون ريورد. نقدر نكون ما شرحتهاش لكم مزيان، اللي ما فهمهاش يقلب عليها في يوتيوب ولا يقلب عليها يسول شات جي بي تي ويشرحها ليه مزيان. وتا هو فيه الانواع كما كتشوف، كتشري كونت وكتخدم به
ديريكتومون. هذا هو فاندين بيبس، راه فريمون زوين تا هو، وغادي نخلي لكم اللين ديالو تا هو في الديسكريبسيون. وشركه اخرى اللي من الشركات الجداد، وكنقولها وكنعاودها الشركات الجداد يعني كاين الريسك اللي بارطاجيتها معكم، هي هذه ديال جيت ليفريج، واللي ديجا خديت فيها كونت ووريتو لكم وقلت لكم غنبقى نبارطاجي معكم الريزولطا حتى نفاليدي الكونت ونعرفوا واش فريمون شركه اللي تثق فيها ولا لا. هي هذه الشركه علاش ديما كنبارطاجيها معكم؟ حيتاش برانسيب ديالها واعر بزاف. يعني تجي كتشري كونت ماشي ب 36 دولار ولا 50 دولار ولا 900 درهم ولا 1000 درهم، وانما كتشري كونت بارخص ثمن انا حاليا شفتو اللي هو ديال 8.8 دولار. يعني كتشري كونت ب 88 درهم، سوا ديال 10K سوا ديال 25 سوا ديال 50 سوا ديال 100 سوا ديال 150 كتشري بهذا الثمن. ولكن مازال ما ساليت كتشري بهذا الثمن، يعني ما كيكونش عندك الريسك انك تفاليدي الكونت، يعني كتفاليدي وانت ما مخلوع ما والو، ما مستريسي بلي راه خسرتي فلوسك لا والو. 88 درهم راه كتخسرها في اغلب الاوقات في والو. تشري كونت كدوزو سواء بطريقه لي اغريسيف حيتاش ما شاريش شي كونت غالي، او لا بطريقه اللي بشويه لك حتى دوزو، ومن موراها ما كدوز تشالنج عاد كتخلص الثمن الحقيقي ديالو. يعني مثلا 10K كتخلص 88 درهم، فاش كدوزو كتخلص هذا الثمن وكيعطيوك كونت فاندد ديك الساعات وكتبدا خدام بيه وتخرج بيه الفلوس وما كاين حتى شي اشكال. نفس الحاجه هذا نفس الحاجه هذا نفس الحاجه نفس الحاجه هذا. وديجا انا واخد فيه كونت، وكنصح اي واحد مبتدئ اللي باقي كيخربق ولا مازال ما متاكد واش عنده امكانيات باش يفاليدي الكونت وبغى ينفيستي في شي حاجه قليله، يستعمل هاد الشركه هادي واخا باقا جديده، غير يتيستي بها. وفاش يشوف راسو مستعد وغادي مزيان فراه بيان سور كاين FTMO، كاين فاندد بيبس، كاين فاندد نيكست، وكاين بيان سور FTMO. هادو راه من الشركات اللي انا شخصيا خدام بهم، واي واحد فيكم يقدر يخدم بهم ويدخل منهم الصرف ويخرج اول باي اوت ديالو. كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. غادي نخلي لكم هاد البروب فيرمز كاملين في الديسكريبسيون. كاينين بروب فيرمز اخرين اللي واعرين بحال FTMO، ولكن السبب علاش ما بارطاجيتهمش معكم هو انهم ما كيقبلوش المغاربه. دونك بارطاجيت معكم غير لي بروب فيرمز اللي شي واحد عايش في المغرب يقدر يخدم به. بغيت نبارطاجي معكم بروب فيرمز اخرين اللي واعرين بحال FTMO واثمنه واعرين وفريمون مثيرين للاهتمام، نقولوها ليا في التعليقات. وكيف العاده تهلاو في راسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.